أنا بقيت أحس بالخوف أوي، بقيت أخاف أنام، بقيت أخاف أقعد، باحس إن الشقة بقت كئيبة، قاعدة بين 4 حيطان، أنا خايفة يجرالي حاجة وما حدش يحس بيّا، وممكن أنتن هنا وما حدش يقول لي أنتِ فين. طب الحل إيه؟ طب أعمل إيه من ساعة رشا ما اتجوزت وأنا حاسة بالوحدة، كانت مالية عليَّ حياتي. هو الحل الوحيد أتصل على رشا أخليها تيجي. أيوه، أتصل على رشا، أنا خايفة أوي. يا حبيبتي إزيِك عاملة إيه؟ لا أنا كويسة ما فيش حاجة، عايزاكِ تيجي يا رشا، عايزاكِ ضروري. معلش يا رشا خدي من وقتِك بس نُص ساعة، محتاجة لِك يا بنتي أتكلم معاكِ. قفلت، رنتش، يمكن يكون فصل منها. إيه يا حبيبتي، شبكة؟ معلش أنا قُلت كده برضك. طب بُصّي يا نور عيني، تعالي لي دلوقتي، عايزاكِ يا حبيبتي، لأ مش محتاجة حاجة بس عايزاكِ أنتِ. خلاص هاستناكِ. ماشي يا نور عيني، مع السلامة يا حبيبتي. بعدتِ عني أوي يا رشا. أول ما اتصلتِ عليَّ جيت لِك على طول أهو. مش لازم أتصل عليكِ عن أمِك، المفروض تيجي تبُصّي عليَّ على طول يا حبيبتي. ما أنتِ عارفة باجي لِك يوم في الأسبوع، بقية الأسبوع مشغولة بقى مع البيت والعيال والامتحانات. الوحدة وحشة، يكفيكِ شر الوحدة يا بنتي بين 4 حيطان. أنا بقيت أعرف أخرج ولا أروح ولا آجي يا رشا. قُلت لِك أجيب لِك واحدة تقعد معاكِ، تساعدِك في شغل البيت وتسليكِ، أنتِ اللي مش راضية. أجيب واحدة غريبة ما أعرفهاش يا رشا تقعد معايا، ما ينفعش يا بنتي. طب ما أنا هاعمل إيه؟ ما أنتِ عايزاكِ عارفة كل ظروفي، يوم، طب يوم ويوم تعالي بُصّي عليَّ. جوزي بييجي متأخر من الشغل وورايا عيالي وامتحانات وموال ما يعلم به غير ربنا. يا رشا ده لو ساعة فيها هتيجي تبُصّي على أمِك، ساعة واحدة بس في اليوم، طالبة منِّك تيجي تبُصّي عليَّ، أنا خايفة يجرى لي حاجة وما فيش حد معايا يا بنتي. أنا باجي لِك يوم في الأسبوع، هاحاول أخليهم يومين، ده اللي أقدر عليه والله غصبٍ عني. يا رشا أنا باحس باكتئاب، باحس بخنقة جامدة كل ما اليوم بيعدّي عليَّ باقول يا رب تستر من الليل بتاعه. ابقي تعالي زوريني أنتِ، يعني أنا أجي لِك مثلًا يوم أو 2 في الأسبوع وأنتِ تعالي يومين مثلًا، غيّري جو كده. ماشي يا حبيبتي. أنتِ عارفة أنا ما اتأخرش عنِّك، بس والله ظروف جوزي الشغل بتاعه وأنتِ عارفة إن هو عصبي، لو سِبت البيت كل شوية يقعد يزعق فيّا. بس أنا أمِك برضك، يعني من حقي برضك أشوفِك وتشوفيني، ومن حقِك تيجي تقعدي معايا، ومن حقِك تشوفي طلباتي، وتونسيني على الأقل يا رشا، مش عايزة حاجة غير إن أنتِ تونسيني وأطمن عليكِ. خلاص ما تزعليش، يوم الخميس الجاي هاجي لِك من الصبح أمشي لحد بالليل، هافضل الخميس؟ قاعدة معاكِ اليوم كله. النهارده لسه الحد. ما أنا هاجي لِك الخميس بقى، جهّزي بس أكلة حلوة كده أنا اللي هاطبخ، وأنا آجي أطبخ وأقضّي معاكِ اليوم كله أنا والعيال. ماشي، إيه رأيِك؟ ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكِ مش ليّا. هاوديهم المدارس في اليوم ده ونقضّي اليوم كله مع بعض. ماشي يا نور عيني، سلامًا عليكِ، يعني حتى التليفون رن عليَّ كل شوية أطمن عليكِ طيب، أحس إن أنا لسه موجودة على الحياة. حاضر يا حبيبتي، وأنا هاحاول أجيب لِك تليفون فيه نت كده يقعد يسليكِ. أنا مش عايزة حاجة، أنا عايزاكِ أنتِ. اتفرّجي على مسلسلات وحاجات تسليكِ، ده ما أنتِ قاعدة كده. أنا عايزاكِ أنتِ يا رشا. حاضر. هاقوم أعمل لِك حاجة تاكليها. لا ما تقوميش ولا تعملي لأ حاجة، أعمل لِك حاجة خليكِ تاكليها. قاعدة معايا. أنا يوم ماشي. الخميس إن شاء الله هاجي لِك ونقضّي اليوم مع بعض. يا رب الخميس ييجي على طول، أنا بعدت الساعات اللي أنتِ بعيدة عني فيها. وأنا ودّيت العيال التمرين، هي ساعة كده وأروح أجيبهم، فأنا قاعدة معاكِ الساعة بُصّي دي. فعلًا بقى حاجة حلوة، ودّي العيال التمرين وتعالي اقعدي مع أمِك، يوم ويوم بيروحوا صح، تعالي اقعدي معايا الساعة دي وبعد كده روحي تجيبيهم. باخاف عليهم بصراحة، بافضل قاعدة معاهم كده، مش بارضى أسيبهم، ده النهارده سايباهم وأنا قلقانة عليهم. أنتِ زي ما بتخافي على ولادِك أنا خايفة على بنتي، معلش يا خافي حبيبتي، عليَّ. هُم صغيرين ومسؤولين منّي برضه، معلش. ماشي يا حبيبتي، ربنا يعينِك على اللي أنتِ فيه الله بس. يخليكِ يا ربنا حبيبة قلبي، يقويكِ. الله يخليكِ. الواحدة بتقتلني، قالت لي هاجي الخميس وأجيب العيال وأقعد معاكِ، ولا جات ولا اتصلت، ولمّا اتصلت قالت لي معلش يا ماما جايين من النادي متأخرين. طب كنت هاتيهم وتعالي على هنا يا رشا، أنا كنت عاملة لِك الأكل اللي بتحبيه. عدّى الجمعة وعدّى السبت والنهارده الحد وما جيتيش ولا سألتِ فيّا، لحسن تكون تعبانة؟ ممكن تكون تعبانة وخايفة تقول لي. لأ، أنا هاخد بعضي وأروح لها، أنا هاخد بعضي وأقعد معاها أحسن هناك، لإن أنا باخاف من الشقة دي، حاسة إنها حاجة بتخنقني فيها. أيوه، أنا هاخد بعضي وأروح لرشا، رشا بنتي حبيبتي هتقعدني معاها.
ايوه يلا. مالك يا عن امك، فيكي ايه؟ حبيبتي انا كويسه الحمد لله، مفيش اي لا حاجه. كويسه ازاي؟ انت لو كويسه كنت جيتي لي بصيتي عليا ولا اتصلتي بيا. انا عارفه قلبي حاسس ان انت تعبانه، قلت لا اجي اشوفك. لا يا حبيبتي انا كويسه وبكيت عليه في اي وقت من غير اي حاجه. يعني انت بعد الشر بعد الشر مش تعبانه؟ لا مش تعبانه ولا حاجه. ولا حد من العيال بعد الشر في حاجه؟ لا يا حبيبه قلبي والله، هي الايام اللي فاتت بس اللي كان عندهم تمرين ومذاكره ودروس، وكنت مرخومه معاهم اخر لخمه. وانا فين يا راشا؟ وجي يوم الجمعه جوزي قال لي يلا نخرج، خرجنا اليوم كله، فلخمه كده كله داخل في بعضيه. طب ما هنش عليك تجيبي جوزك وتيجي عيالك وتيجي تقعدوا معايا؟ ما انت عارفه جوزي ما بيحبش يروح عند حد ولا، فاهمه انت عارفه، كئيب كده لوحده. طب بصي يا ستي، طالما انت مش فاضيه ولا عيالك فاضيين عشان النادي اللي انت بتقولي عليه، ولا جوزك فاضي ولا حد فاضي، ولا انت اساسا عارفه تلفي حوالين نفسك، انا قلت بقى ايه، بنتي يا سعاد خدي بعضك وروحي الراشة اقعدي عندها بقى. انت عارفه ان انا بخاف من الشقه الكئيبه بتاعتي دي، قلت اجي اقعد معاكي. تقعدي عندي النهارده يعني الف مرحبا. لا هاجي اقعد معاكي بقى على طول يا رشا، انا بتخنق. يا حبيبه قلبي طب ما انت هتسيبي شقتك ليه طيب؟ مخنوقه خلاص، هاتي عيالك وتعالي اقعدي معايا هناك. يا حبيبتي انت ليكي شقتك وانا ليا شقتي، انت عارفه جوزي يا ماما ولا بيحب حد يروح عنده ولا هو يروح عند حد، وعلى طول قاعد في البيت كده. يعني ايه يا رشا؟ يعني لو جه لقاكي ممكن يحرجك بالكلام ومش هيستحملك قاعده معانا. للدرجه دي يا بنتي بقيت تقيله عليكي؟ لا بصي لك على حاجه، الاحسن خليكي قاعده معايا النهارده وبعد كده روحي شقتك وانا هبقى اجيلك. يا بنتي بقول لك انا في شقتي حاسه ان هيجرى لي حاجه لوحدي، انا بقيت اخاف اجي الليل يا عليا ببقى عايزه اطلع في الشارع، يعني ما بقتش لاقي حاجه بقف في البلكونه، انا تعبت منها اتخنقت. ما انت اللي عامله في نفسك كده يا ام، قلت لك اجيب لك واحده بالفلوس انا هدفع لك فلوسها، منه تخدمك ومنه تونسك. ده بقول لك يا حل، رشا، في حلتين، اجيب لك تليفون تدخل عليه النت تتفرجي على المسلسلات يا ماما. ولا عايزه المسلسلات ولا عايزه واحده، وليه يا رب كريم. انت كبرتي يا ماما وخلاص، لكن انا عيالي عندي مسؤوليه ولازم اراعيهم، ما يعني ينفعش عشان اهمل كبرت فيهم. اترمي؟ ما اقصدش تترمي، ما انت قاعده في شقتك معززه مكرمه. بكره تندمي يا رشا على اللي انت بتقوليه، ليكي عيال يا بنتي وهيترد، هيبقى سلف ودين. يا ماما انت كل شويه تنكدي عليا بالكلام ده، يعني ليه بتخليني احتار بيني وبين حياتي؟ ما اقدرش اهمل في بيتي والله ما اقدرش. لا يا حبيبتي، ما تهمليش في بيتك ولا تهملي في عيالك ولا تهملي في جوزك، اهملي في امك. امك اللي ربتك وكبرتك وعلمتك وخلتك بقيتي عروسه وبقيتي تقفي في وشها دلوقتي ومش مستحمله امك تقعد معاكي. معلش المفروض انت اللي فرفشي عليا مش تيجي تنكدي عليا كل شويه. لا يا انت حبيبتي، معطلين الهم يا ماما خالص. اتهني براحتك وفرفشي براحتك، وحقك عليا ان كنت انا جيت وتقلت عليكي، سامحيني سامحيني يا بنتي، سامحيني يا رشا. اقعدي بقى اقعدي معايا اليوم واتغدي معايا. خلي الغدا لجوزك وعيالك، هم اولى بيه. يو بقى يا ماما بقى، على طول بتضايقيني كده بكلامك، بصراحه كلامك انت كئيبه قوي يا ماما بصراحه. انا ليه ربنا فعلا انا كئيبه، فعلا اللي انا بعمله ده غلط، انا ماليش الا ربنا سبحانه وتعالى، هو قادر. فوتك بعافيه. ايوه فين؟ رجلي وجعتني من المشي، ما لقيتش مكان اقعد فيه، انا هقعد هنا. انا خايفه اقعد في البيت لوحدي يجرى لي حاجه، اقعد بال3 ايام والاسبوع محدش يعرف عني حاجه. لا، هو الشارع احسن حاجه، انا لو جرى لي حاجه الاقي اللي يشدني. الوحده صعبه قوي، وبالذات لما ما تلاقيش حد معاك ولا حد بيسأل عليك. يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب ماليش غيرك يا ربي. مالك يا أم؟ فيكي حاجة ولا إيه؟ سلامتك يا ابني. محتاجة حاجة طيب، أي مساعدة؟ اصل انا يا ابني قاعده في الشقه لوحدي بين 4 حيطان، ولما بسمع ان الناس بتموت وبتقعد بالاسبوع على ما حد يعرف عنهم حاجه لما ريحتهم بتطلع. لا إله إلا الله. طب أنت قاعدة هنا ليه كده؟ مالكيش حد؟ طب مالكيش عيال؟ مالكيش حاجة؟ ليه يا ربنا يا ابني، ليه يا بنتي، بس بنتي مش عايزاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. فانا قلت بقى ايه، اقعد في الشارع يمكن الشارع يلمني حد يشوفني يجرى لي حاجه، يا ابني الناس تلاقي تشني. طب وده اسمه كلام؟ تقعدي في الشارع كده في عز البرد كده؟ مش احسن ما اقعد لوحدي يا ابني وانتن في الشقه؟ مالكيش حد خالص يعني غير بنتك ماليش ومش حد غير ربنا، ونعم بالله. هو ربنا اللي ليا ولا قادر يشيل طب. عني يا رب. طب قومي معايا، طب يا أم قومي معايا. فين يا ابني؟ قومي معايا، أنا قاعد لوحدي وأنت زي أمي وأنا هخلي بالي منك. ربنا يسعدك، روح يا حبيبي اتكل على الله يا ابني، سيبني بيني وبين ايدين ربنا، روح اتكل على الله. ما مش هينفع أسيبك كده، الناس لبعضيها. أنا أم الله يرحمها
انت تعوضيني عن امي وانا اعوضك عن عيالك. اللي مني رمتني، الغريب هيجي يشني. لا حول ولا قوه الا بالله. اه ما انا مش هينفع اسيبك كده، يا تروحي شقتك لا يا تيجي معايا. شاتي لا، مش عايزه اروح لها، بخاف منها، بخاف اموت طب قومي، هناك. طيب قومي تعالي معايا، قومي طيب يلا يلا تعالي، ما تخافيش مني، تعالي يلا ما تخافيش، الله يسعدك يا ابني، ما تخافيش. الله يسعدك يا حبيبي. تعالي يا امي اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي، نورت البيت. ربنا يخليك اتفضلي. يا ابني، ربنا يسعدك. بص بقى، صلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. انا ابويا وامي ماتوا ربنا يرحمهم برحمته يا ابني. واتحرمت من حنيتهم، وبالذات امي. الله يرحمها. انا لما شفت الموقف اللي انت فيه في الشارع افتكرت امي. فانا دلوقتي عايز اعرف قصتك ايه بالظبط. لو في ايدي ان انا احل لك المشكله هحلها لك، لو مش في ايدي احلها او المشكله معقده اعتبرني ابنك. والله يا ابني من غير ما ساعة ما شفتك وانا حاسه ان انت زي ابني. وده بيت ابنك. يا ريت كان عندي ولد كنت رحت له. انا ما عنديش الا بنت واحده، البنت ديت اتجوزت، كانت كل حياتي قبل ما تتجوز، وكانت هي لغايه دلوقتي كل حياتي، بس كانت ماليه عليا دنيتي. ولما اتجوزت ربنا كرمها على طول بالولاد، اتلهت معاهم. وطبعا كل فتره لما كانت بتشوفني او تسال عليا هقول مش مشكله عشان خاطر عيالها. بس انا جه الفتره اللي فاتت ديت فتره جامده عليا قوي، كل ما اجي اقعد لوحدي في الشقه بحس ان حاجه بتخنقني، حاسه ان هيجرى لي حاجه لوحدي، حاسه ان مفيش حد هيخبط عليا ويلحقني. قلت اجيبها تقعد معايا. طيب قالت لي لا يا ماما احنا هبقى اجيلك. بعدها ما جاتش، استنى تجيلي ما جاتش. رحت لها قلت لها بصي يا حبيبتي، طالما انت ملهيه ومش عارفه تجيلي انا هاجي اقعد معاكي، عشان انا بخاف من الشقه دلوقتي، الليل يجي عليا عايزه اطفش، عايزه اجري من الشقه، مرعوبه، حاسه بحاجه بتخنقني. لقيتها بتقول لي يا ماما جوزي مش هيرضى، عيشي بقى لوحدك يا ماما، انت كل ما بتيجي بتنكدي عليا. كلمة كانت صعبة أوي يا ابني. طلعت من عندها قلت لا، الشارع أولى بيا، أنا خايفة يجرى لي حاجة لوحدي. عشان كده قلت لو أنا نايمة في الشارع لو جرى لي حاجة الناس هتشني وتوديني، لكن في إله إلا شقتي الله. محدش هيخبط عليا ولا يفتح عليا بابي. طبعا انت ست مؤمنه يعني. الحمد لله، الحمد لله راضية بقضاء ربنا سبحانه المفروض انت وتعالى. تبقى عارفه ان الاعمار دي بتاعت ربنا. بس مرعوبة يا ابني، خايفة، الخوف مطلوب. رغم ان انا بصلي وبقرا قرآن بس مش عارفة، والوحده بحس اني انا مرعوبة قوي، بحس اني حاجة بتخنقني، بحس ان يجي الليل عليا تعبانة، تعبانة قوي يا ابني، تعبانة، مش لاقي حد يكلم معايا، مش لاقي حد يونسني، وما بحبش التلفزيون ولا بحب الحاجات دي، بقرا قرآن وبرضك ببقى حاسة بوحدة. ما هي الوحده وحشه، الوحده صعبه، انا معاكي، بس انت مالكيش حد يعني غير بنتك. ماليش الا ربنا، هي اللي كانت طالعة لي بعد ابوها الله يرحمها توفى. نعم بالله. اهالينا كلها في البلد مش هنا. بعد ابوها ما توفى انا خدتها وجينا على هنا وقعدنا وتربينا وعشنا هنا لغايه لما اتجوزت. انا طيب. بقول حتى ده لو كل يعني في الاسبوع مرتين تبص عليا، بس ما فيش، امال هي بقى والله- يلا وجوزها. والله انا عايز اساعدك، بس يعني على الظروف اللي انت بتتكلمي فيها دي، ان بنتك كده جوزها صعب ان هو ان تسيب بيتها وتجيلك، او انت تروحي تعيشي معاها جوزها مش راضي، يعني مش عارفه احلها ازاي. هي الله يكون في عونها، انا عارفه هي معذوره، هي معذوره، بس انا جوايا نار، جوايا محدش حاسس بيا، جوايا تعبانه يا ابني، انا تعبانه قوي قوي. طب يعني انا مشكلتي ان انا قاعد في شقه لوحدي، فيعني انا بالنسبه لي انا هعتبرك زي امي، بس طبعا ما اعرفش انت هتوافقي بحاجه زي كده ولا لا، وهل حبيبي. بنتك كمان هتوافق بحاجه زي كده ولا لا؟ انا مش عايزه ابقى تقيله عليك يا حبيبي، انت زي لا ابني. بالعكس، انا عايزك تتقل عليا، انا نفسي يعني ارجع امي اللي راحت مني، ف الله يرحمها. مش بالعافيه، مش بمزاجي، دي حاجه يعني لو انت وافيتي بتتكرمي عليا، يعني ده فضل منك يعني كبير قوي عمري ما هنساه. بس طبعا يعني لازم ناخد برضو رأي بنتك، ولازم نعرفها وجودك، انت موجوده فين، لانها كده تروح لك بيتك، وكنت معاك رقم تليفونها. ايوه يا ابني معايا حافظاه.
طب تمام، انا هتصل عليها واخليها تجيلنا هنا ونتكلم احنا التلاتة ونحاول نشوف حل في مشكلتك. لو انا لقينا عارفه يا حل، ابني هتقول لي ايه، هتزعق لي وتقول لي ايه اللي خلاكي تمشي وتروحي وتيجي. انا عارفه بنتي. لا حتى لو حصل كده على الاقل اسمها عرفت مكانك، انت موجودة عندي هنا لحد ما تشوفي حل في مشكلتك، إن انت بدل شايف. قعدة الشارع او قاعدة لوحدك. ما تعرفش يا ابني انا كنت فيا ايه عشان كده جريت على الشارع. ما تعرفش انا كان ايه اللي جوايا. ما هو ما ربنا اللي كان ينفعش، اعلم. ما هو مش هينفع اسيبك ترجع الشارع تاني، يا ترجع عند بنتك، يا اما ترجع شقتك، يا اما خليك قاعدة معايا هنا. اللي انت شايفه يا حبيبي. اللي انت حافظة شايفه. رقمها طيب ولا؟ يا حبيبي. طب مالين رقمها طيب. 010. ايه يا ماما اللي جابك هنا يا ماما؟ رحت لك شقتك ما لقيتكيش، وانت على اخر الزمن تروح عند الناس الغريبه؟ سمعت؟ مش انا قلت لك بنتي كل ده هترجع؟ مش عايزه تقعدي في شقتك ليه؟ طيب مش عارفه في حاجه بتعضك؟ يا رشا انا بخاف. عارفه يعني ايه بخاف؟ يعني بتخافي وانت صغيره؟ انا ما اعرفش جاي خوف منها. استاذة رشوة، معلش انا اسف اذا كنت اتدخلت، يعني حاجات ما تخصنيش، بس انا لما شفت الحاجة قاعدة في الشارع بتعيط صعبت عليا، اعتبرتها زي ام، فخدتها وجبتها عندي، اتصلت عليك وبعت لك اللوكيشن عشان نيجي احنا التلاتة نقعد مع بعض نحل مشكلتها. واللي قاعده في الشارع يا استاذ انت، ما هو عندها شقتها وشقتها جميله جدا. ما هي خايفة تقعد لوحدها، هي دلوقتي ست مريضة والوحدة يعني صعبة، فما ينفعش. طبعا انت ليك ظروفك الله يكون في عونك، هي حكيت لك كل حاجة. صعب انك انت تروحي لها كل يوم، فبتقعدي بالاسبوع وممكن تقعدي بالعشر ايام وما تبص عليها مرة، فصعب عليها. فهي نفسها يعني انت تقعدي معاها يا هي تيجي تقعد معاكي، فالحالتين بالنسبة لك صعبين. انا ما عنديش مانع تيجي تزورني وتمشي، بس ما تقعدش معايا على طول عشان جوزي ما بيحبش كده. طب ماشي، كلام جميل، خلى انها جت زارتك ومشيت، قعدت ساعة ساعتين ومشيت، انا الخوف كله بقيت بيجي اليوم بالليل يا ابني. وبقيت اليوم والبيات، هي عايزة حد يبات معاها يبقى قلت ونس لها هاتي واحده، نفس معاها في البيت. قلت لها هاتي واحده وادفع لك الفلوس، هتقعد معاكي تونسك وتخدمك في البيت. انا اعمل ايه تاني طب اكتر ما من اللي كده؟ هتيجي دي ما اكيد غريبة، يعني ما تضمنش ممكن تعمل ايه. خلاص بقى اخرب بيتي عشان خاطرها، هعمل ايه؟ مش انا قلت لك يا استاذ محمد هي هتقول لي الكلمتين دول؟ مش انا قلت لك كده يا ابني؟ طب ايه الحل؟ انت شايفة ايه الحل يعني؟ اولا قبل اي حاجة، انا دي زي امي، انا امي متوفية وابويا متوفيين، ولما شفتها اعتبرتها انها امي وعرضت عليها انها تقعد معايا هنا في الشقة، بس هي طبعا مش راضية، مش عايزة تتقل عليا، والله اعلم مكسوفة محرجة الله اعلم. بس انا بالنسبة لي انا الموضوع ده منتهي خالص، هي زي امي بالظبط، امي قاعدة معايا محدش له عندي حاجة. ما انت برضو بتروح شغلك برضو وهنا وهنا. على الاقل بروح الشغل الصبح فترة الصبح وباجي وافضل قاعد في البيت موريش انا حاجة. الناس تاكل وش، يعني هي سايبه انا بنتها تقعد عند حد غريب؟ ده ما يرضيش ربنا برضو. هو طبعا ما رضيناش ان احنا ناخد القرار غير برضه بمشورتك لان انت بنتها، فدلوقتي الحل في ايدك انك انت تدي قرار، يا تقعد في شقتها وانت تقعدي معاها، يا هي تيجي تقعد عندك، يا تقعد عندنا، ما ينفعش نسيبها لوحدها. ما فيش حل بقى غير ان انا اقول لجوزي مرضيش بيتي يتخرب عشان خاطرها، انا اعمل ايه طيب؟ ايه الحل يا امي؟ مش مشكلة انت شايفه بقى. ايه الحل؟ ايه اللي يرضيكي؟ احنا عايزين نرضيك انت. انا عايزه انتوا اللي تقولوا لي الحل ايه. الحل اللي يجي عليا بتخنق وبخاف وبحس حد مش طايقه اعيش في الشقه لوحدي، وفي نفس الوقت بنتي بتقول لي هتجيب لي حد يقعد معايا، مش ضمناه هيعمل فيا ايه. في نفس الوقت بنتي مش عارفه تيجي تعيش معايا، ولا انا عارفه اروح اعيش معاها بسبب جوزها. هل يا ترى ينفع اقعد مع الشاب اللي لقاني في الشارع اللي هو الاستاذ محمد، ينفع اعيش معاه في البيت معاه؟ يا ريت، مستنيه منكم تقولوا لي اعمل ايه، الحل ايه يا جماعه. اكتبوا لنا في الكومنتات، وتحياتي ليكم. وبوصل كل ابن وام وابن وبنت، خلي بالكم من امكم وابوكم، هتندموا عمركم كله. لاحظوا، ادوهم ساعة واحدة بس، بصوا عليهم واسألوا عليهم. يا ما كبرنا يا ما صغرنا احنا بنتمنى عيالنا يسألوا علينا، زي ما انتوا بكرة هتكبروا وهتلاقوا اللي احنا فيه دلوقتي انتوا هتبقوا محتاجينه برضك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش هتحس بقيمة امك إلا لما تروح منك،
هي دلوقتي في ايدك، قربي منها، اشبعي بحنانها، عشان بعد كده هتقولي يوم من ايامك. فعلا يا ابني. دي كانت رسالتنا في الفيديو النهارده. يا رب تكتبوا لنا في التعليقات، عشان دي رساله مبعوثه لنا. صاحبه القصه عايزه حل للمشكله، عايزة تخرب تعرف بيتها تقعد فين، عشان خاطر امها، ولا تبيع امها عشان خاطر بيتها. ولا تسيب امها عند الراجل اللي لاقيها. بالظبط كده. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.